ازيكم وعاملين ايه واخباركم ايه ويا رب تكونوا بخير. يناير جه. مفيش جديد لحد دلوقتي حصل. كلام هنا وكلام هناك. هنجيب فلان وهنجيب علان، هنجدد لفلان، هنجدد لعلان. نفس الكلام. خطوات فعلية حصلت في اي حاجة، في مفيش. الازمة المادية طاحنة في الزمالك. وبص، عاوزين نتكلم شوية كلام بالعقل يعني. اما تيجي تتهم، ما تتهمش المجلس ده بس. أنا بتهم جميع مجالس إدارات نادي الزمالك على مر التاريخ بالفشل. كلها فاشلة، كلها بلا استثناء مجالس فاشلة، كلها مجالس بلا استثناء تتوارث الأزمات بدون حل، كلها بلا استثناء مجالس مديونة عديمة الفكر، كلها بلا استثناء انتفعت من الزمالك وما نفعتهوش في حاجة. مش نفع الزمالك منهم في حاجة والله العظيم. كل المجالس تقعدش تقول لي فلان وفلان كله بلش، كله اي كلام. مشاكل الزمالك في التسعينات هي مشاكله سنة 2025. تخيل، مشاكل الزمالك والدولار سعره 3 جنيه ونص هي نفس مشاكل الزمالك والدولار سعره 50 جنيه. فانت ما تجيش تقول لي المجلس ده كان كويس والمجلس ده كان متميز والمجلس ده. نفس المشاكل، نفس الازمات، نفس الفكر. في اجتهادات عشوائيه في النص، يعني لا ترتقي لكلمه خطه او سيستم. ان الناس اللي بعدك ثم احنا عندنا اصلا حاجه غريبه كده في نادي الزمالك، مفيش مجلس بيكمل ورا مجلس. احنا عندنا المجلس يجي يشتم المجلس اللي قبليه ويطلع فيه القطط الفاضيه، وفي. انا بقى اللي اعمل لكم الكيمياء. اشتغل يا عم الحاج. بس المجلس اللي فات والمجلس اللي قبل والمجلس، يعني كان مرتضى منصور يقول لك اللي خاربها ممدوح عباس، وممدوح عباس كان يقول لك اللي خاربها مش عارف مين، والنهارده حسين لبيب يقول لك اللي خاربها مرتضى منصور. مشكله نادي الزمالك هي مشكله داخليه. اولا مشكله داخليه، طول ما جبهتك الداخليه جبهه مفتته مشتته مليانه ازمات وديون هتفضل كده. نادي بلا خطه بلا سيستم، نادي ما جالوش شخص مسؤول يقول لك لا احنا لازم نشوف ايه مشاكلنا وتتحل ازاي، مش نديها مسكنات لحد ما نخلص فترتنا واللي بعدنا يجي يكمل الشيله. وما برضه ما بيحلهاش، بيزودها ويسلمها للي بعده. لازم شخص بيفكر فكر جديد، فكر خارج الصندوق، شخص يحط خطة ويحط أهداف، شخص يبقى فاهم هو بيعمل ايه. لازم اي مجلس يستعين بكافة الكفاءات الزملكاوية اللي موجودة في مصر. التسويق، إدارة أزمات، مبيعات، في دكاترة وفي علم لازم نستعين بيه. لكن احنا كل المجالس هتسمي لي مهما كان الاسم كلها ماشيه بالدهلكه وبالفزلكه وتلبيس الطواقي ولبس ده بطيس ده وهوبا تيتو مامبو، يمكن ناخد لنا دوري ولا نقلب لنا كاس ولا نطلع لنا بسوبر افريقي. وهيس يا معلم والبس البدله عشان وراك ايه حديث في التلفزيون تقعد تستعرض فيه الزمالك 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 والزمالك. النار اللي بيقول لك النار تحت الرماد. مع اول مشكله تجيب معاها 10 15 مشكله تانيين ونفس الازمات. فما تجيش تقول لي المجلس ده احسن من المجلس ده. انا شايفهم كلهم فشل اصلا يعني بلا استثناء. يعني ليه فشل بالنسبه لي؟ لان ما حدش حل. النهارده انت مش بتحل، اللي قبلك ما كانش بيحل، واللي قبله ما كانش بيحل. كلها بتدي مسكنات. كتر الفولتارين مع انه مسكن بيجيب فشل كلوي في الاخر. بيقولوا بلا خطه. ايه خطتك؟ مالكش خطه. ايه المجلس ده كمل ورا المجلس ده؟ مفيش يا باشا، ما عندناش اجنده ثابته. مش فارق بقى الاسماء اللي بتيجي،
بس انت بتكمل شغل اللي وراك. لا، احنا اول لازم تشتم اللي وراك وتطلعه فيه وفيه 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 وفيه، وهكذا وهكذا وهكذا. واللي وراك مش هيسكت، هيرفع عليك قضيه يحل لك المجلس، وهكذا يابا وهكذا. ما كانت لمؤامره زي ما احنا بنسميها مؤامره خارجيه تنجح الا بتشتت جبهتنا الداخليه وضعفها، وان كل مسؤول في نادي الزمالك او كل واحد بيسعى انه يبقى مسؤول في نادي الزمالك هو مش فارق معاه الزمالك في حاجه، هو فارق معاه نفسه فقط لا غير، مش اكتر. انتم واخدين الزمالك ايمج بيضيف لكم في حياتكم. الزمالك، اسم نادي الزمالك جنبك هو بيضيف لك في حياتك، انت ما بتضيفش حاجه للزمالك. انت عمرك ما هو انت يا ابو 60 سنه، عمرك انت كده كلك على بعضك بفلوسك بشركاتك بدنيتك ما هتضيف حاجه لكيان عمره قرن وشويه. مش منطق، مش منطق. مش انتوا اللي هتضيفوا النادي. مين انتوا عشان تضيفوا نادي الزمالك؟ مين انتوا؟ انت عباره عن ايه؟ انت كينونتك ايه انت عشان تضيف انت لنادي الزمالك؟ انت وجودك جنب اسمك كده لما يتحط جنبه يتحط جنب اسم نادي الزمالك يضيف لك. كل مسؤول دخل نادي الزمالك الزمالك ضاف له وهو ما ضافش حاجه للزمالك. مشاكل الزمالك في التسعينات هي مشاكله سنه 2025. مشاكل الزمالك والدولار ب3.5 هي نفس مشاكل الزمالك والدولار ب50. نفس الازمات، نفس الدايره المغلقه، نفس الفكر، مفيش جديد. سكن في الازمه، سكن في المشكله، لبس ده طاقية ده، رحل ديون، قسط ديون. هل في فكر جديد في نادي الزمالك بيدور انه يحل المشكله من جذورها؟ مفيش، محدش جه عمل كده. وهنفضل كده، وهنفضل كل فرحتنا ببطولات مبنيه على بعض النجاحات العشوائيه الغير مستمره. والدليل على كده ان البطوله الوحيده اللي محتاجه خطه واللي محتاجه ترتيب واللي ما ينفعش تمشي معاك بعشوائيه ما دخلتش دولابك بقالها 22 سنه. ما تعرفش تكمل فيها، ما تعرفش. انت بقيت ما بتعرفش تروحها اصلا. ومش هحمل ده للمجلس ده بس، انا بكلم مجالس ادارات الزمالك كلها. خطتك فين؟ ايه حلولك؟ ايه الفكر الجديد اللي اي مجلس فيكم عمله؟ مفيش. انتوا بتورثوا لبعض ديون وشتيمه واتهامات. ده اللي انتوا بتقدروا تعملوه. حظنا كجمهور نادي الزمالك ان اختيارنا دايما ما بين السيء والاسوأ منه. مشكلتنا كجمهور نادي الزمالك ان الناجح عندنا هو شخص قدر يفشل بمقدار اقل من الشخص اللي قبله. تخيل، هو ده الناجح. هو فشل برضه بس مش فشل كتير، ما دمرش حاجات كتير غير اللي قبله. اللي قبله دمر 10 ملفات، يا عم ده اللهم اكبر عليه، ده شخص ناجح. ليه دمر 5 بس؟ ما عندناش ناجح بيور، ما عندناش ناجح مجتهد، ما عندناش واحد يحط خطة تنجحنا حتى بعد 2 3 ان فعلا ما يبقاش ما عندناش. وما زالت العشوائية تضرب جميع اركان نادي الزمالك. وطول ما الفوضى موجودة، مش من المجلس ده بس، من اللي قبله واللي قبله واللي قبله واللي قبله، وطول ما العشوائية في الإدارة موجودة، هيفضل ده حال نادي الزمالك. بطولات بالصدفة مبنية على نجاحات عشوائية، يا إما نجاح مبني على تحفيز وشغف وحب من جمهور نادي الزمالك قدر يوصله في لحظة من اللحظات للاعيبته. السلام عليكم.